استعد إلى هذه الصدمة. عائشة بنت أبي بكر في النار. كيف تطعن في أم المؤمنين حبيبة رسول الله؟ رسول الله سألوه من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. هل جننت تقول أن عائشة في النار؟ نعم، عائشة في النار، ولست أنا من يقول، حاشا لله. أنا دائما لا دخل لي أبدا. الذي قال هذه المصيبة الكبرى هو صحيح مسلم، لا تصدق. شاهد معي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب قال لما اعتزل النبي الله نساءه قال دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله نساءه، وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. فقال عمر فقلت لأعلمن ذلك اليوم. قال فدخلت على عائشة فقلت يا بنت أبي بكر يا حبيبة رسول الله، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله؟ يقول عمر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله. عمر يعترف أن عائشة كانت تؤذي رسول الله. فقالت عائشة ما لي وما لك يا ابن الخطاب؟ هل شاهدتم؟ عائشة تقر على نفسها أنها آذت رسول الله، لأنها لم تعترض على قول عمر حين قال لها لقد آذيت رسول الله، وقالت له عليك بعيبتك، يعني بدل أن تنكر علي يا عمر اذهب إلى ابنتك حفصة وانكر عليها لأنها هي أيضا آذت النبي. قال عمر فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله؟ حفصة أيضا كانت تؤذي رسول الله باعتراف عمر. ثم قال عمر والله لقد علمت أن رسول الله لا يحبك. يقول عمر أن رسول الله لا يحب حفصة. حفصة ليست حبيبة رسول الله لأنها كانت تؤذيه. ثم قال عمر ولولا أنا لطلقك رسول الله، وبالفعل طلقها رسول الله ثم أرجعها كما جاء في كتاب الجامع الصحيح لما ليس في الصحيحين للوادعي عن ابن عمر قال دخل عمر على حفصة وهي تبكي فقال لها ما يبكيك؟ لعل رسول الله طلقك، إنه قد كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلي، والله لئن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبدا. هذا حديث صحيح. إذا نستفيد من هذه الأحاديث أن عائشة وحفصة آذتا رسول الله باعتراف عمر وإقرار عائشة وحفصة على أنفسهما. فما هو جزاء من يؤذي رسول الله؟ إليكم الجواب. يقول تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إذا عائشة ملعونة من قبل الله في الدنيا والآخرة وأعد لها عذابا مهينا. هل أنا من يقول هذا الكلام؟ حاشا لله، بل هي كتبكم. الآن أكيد سيأتيني أحدهم ويقول لماذا لم يطلق رسول الله عائشة وبقي معها؟ الجواب بكل بساطة كما بقي النبي نوح على نبينا وعليه السلام مع زوجته ولم يطلقها، وهي كانت كافرة بنص كتاب الله. أما عائشة فكانت منافقة، كانت تظهر الإسلام وتبطن الكفر. وكذلك النبي لوط مع زوجته الكافرة لم يطلقها. فما تقولونه في النبي نوح ولوط سنقوله في رسول الله. والسلام عليكم.